أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم الجديد شبهات وردود. أنا اسمي سامي، مؤمن بالرب يسوع المسيح، ولي شهادة معروضة في الإنترنت، وإذا شاء الله وعشنا بنتكلم عنها في حلقات أخرى. ومعايا في الاستوديو كضيف دائم يجيب على تساؤلاتنا أخونا الحبيب الأستاذ وحيد. هل ممكن تعرفنا على نفسك أستاذ وحيد بلمحة بسيطة؟ أهلا مرحب بك يا أخ سامي، وأهلا ومرحب بالسادة المشاهدين. وحيد مسيحي أب عن جد. أشكر الرب يسوع أني ولدت في بيت مسيحي وتربيت في ثقافة روحية مسيحية، ودخلت في الخدمة منذ نعومة أظافري، وأشكر الرب أني بعد الفترة الجامعية التحقت بكلية اللاهوت وتخرجت فيها، والآن أيضا أخدم فيها كمدرس لمادة العهد القديم، كما أن لي خدمة على الإنترنت حوالي 9 سنوات الآن مع الأحباء المسلمين والمسيحيين. كمان مرة أهلا وسهلا بك أخويا وحيد، أنا مبسوط جدا أن أنت معنا في هذا البروجرام. أهلا مرحب بك حبيبي. أهلا حبيبي. البرنامج بتاعنا يا جماعة من هدفه الرئيسي هو تعظيم الرب يسوع المسيح، إنما إحنا بنحب نتناقش في الشبهات، التساؤلات، الأسئلة اللي إخواننا المسلمين بيحاولوا إن هم يتساءلوها في كتابنا المقدس. وفي حلقات قادمة سوف يكون أيضا هناك فرصة للتناقش في بعض المواضيع الإسلامية. فالنهاردة في أول حلقة فعايزين يا أستاذ وحيد إن احنا ناخد الكتاب المقدس من الأول، ففي عدة أسئلة من سفر التكوين. فعايز أبدأ مع حضرتك في الأول في سؤال تكرر كثيرا جدا من الإخوة المسلمين، وهو قصة خلق آدم وحواء في سفر التكوين. احنا بنلاقي قصة في الإصحاح الأول بطريقة وفي الإصحاح الثاني بطريقة تانية. الواحد لما بيقرأ هذا الأول مرة بيقول إن في اختلاف جوهري بين القصتين. هل ده صح ولا حضرتك عندك رأي تاني؟ طيب، شكرا بداية للسؤال، لأنه هو فعلا سؤال مهم ومتكرر، لكن بلا شك القراءة حينما تكون سطحية ربما تؤدي إلى هذه الرؤية. لكن ببساطة خلق آدم وحواء في الأصحاح الأول من سفر التكوين وردت هذه القصة ضمن خلق العالم ككل. فنقرأ في الأصحاح الأول من سفر التكوين أيام الخلقة، الأول الثاني إلى السادس، وفي السادس نرى أن الرب الإله يخلق آدم تاج الخليقة وحواء. ونقرأ في الكتاب المقدس كلمات الرب الإله الرائعة: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني في الوقت الذي كنا نسمع فيه كلمات الرب لتفض المياه لتخرج الأرض، فكل الكائنات خلقت بكلمة كن. لكن الإنسان نجد الوضع مختلف تماما. نجد أن الرب الإله له كل المجد يقول نعمل، هنا الإبداع. ويمكن كلمة نعمل لأن العبري ليس فيه تعظيم كاللغة العربي، ونعمل بإشارة واضحة إلى شخص الرب الثالوث في واحد، يمكن أن نتطرق لها في مرة أخرى. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وربما هنا أيضا تساؤل، هل الله له صورة أو له شبه؟ الصورة والشبه المقصود بها صورة أدبية وشبه أدبي. فكما أن الرب الإله خالق ومبدع أعطى هذه القدرة للإنسان أن يكون مبدعا، كما أن الله 3 صفات ذاتية، الوجود والعقل والروح الحياة، هكذا خلق الإنسان وله 3 صفات ذاتية، الروح والنفس والجسد. وربما هذه هذا الشكل الإنساني من الروعة، حيث أن الإنسان لو فكر يوما ما في الخالق يستطيع أن يدرك بكل سهولة، لأن الإنسان نفسه ثالوث، روح ونفس وجسد، وفي ذات الوقت هو شخص واحد. فإذا نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا ضمن الإطار العام للخلقة. ورد هذا النص التوراتي بخصوص خلقة آدم. في الأصحاح الثاني كرس الوحي الإلهي وخصص الأصحاح الثاني
ليعرفنا كيف تم خلقة آدم وحواء. بناه الرب الإله ترابا ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، وكيف أخذ ضلعا من آدم. وهنا أريد أن أشير للأحباء المشاهدين أن الكتاب الوحيد في هذا الوجود الرائع الذي يعطي للمرأة مكانتها أنها من ضلع الرجل، فأخذ هذا الضلع وبناه امرأة وأعطاها إلى آدم، وكأن الرب الإله هو أول من أقام ما يعرف بالزواج بين الرجل والمرأة. وقال آدم قولته الشهيرة الرائعة: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. ملخص السؤال: إذن في الأصحاح الأول من سفر التكوين نجد الوحي الإلهي يقدم لنا قصة خلق آدم وحواء ضمن الخليقة ككل، وأنه خلق في اليوم السادس أو الحقبة السادسة، بينما الأصحاح الثاني يفصل طريقة الخلق. فالقصتين كل يكمل الأخرى بنظرة بسيطة جدا، وليس بكل تأكيد هناك أي اختلاف أو خلاف بينهما. أمين. يبقى هو لما نقرأ كل الإصحاح الأول والإصحاح الثاني بنجد أن ده فعلا قصة تكميلية أو قصة شرح. أنا في سؤال صغير جه على بالي وحضرتك بتتكلم: خلقنا الإنسان مثلنا كشبهنا. في بعض الناس بيقولوا أنه كان يقصد بها أن عندما يتجسد السيد الرب يسوع المسيح كإنسان يقصد بها هذه الكلمة. هل تعني هذه الكلمة شيئا مثل هذا، ولا أنا التفسير اللي أنا بقوله؟ كتأمل يمكن أيضا الإنسان يضع هذا الكلام في قالب تأمل طبعا بلا شك، لكن كجانب تفسير حرفي الصورة الأدبية والشبه الأدبي للخالق. وهناك صور كثيرة. الرب الإله له إرادة، خلق الإنسان مريد. الرب الإله حر، أعطى الإنسان حرية. الرب الإله له عقل، خلق للإنسان عقل. وهكذا من هذه الناحية أصبح الإنسان هو صورة الله على الأرض، الصورة الأدبية. ولذلك كما أن الله سلطان ومهيمن على كل الخليقة، الإنسان هو سلطان على خليقته الأرضية. فقال له الرب الإله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلط على سمك البحر وعلى طير السماء. فالإنسان خلق سلطان، ملك في عالمه، وبالتالي هذا أيضا صورة أدبية للخالق. أمين أمين. يعني بننهي السؤال باختصار إن هو قصة الخلق في إصحاح الأول كانت قصة الخلق العالم كله وكجزء من قصة الخلق، وفي الإصحاح الثاني هو القصة التفصيلية لخلق آدم وحواء، وأنه ليس هناك اختلاف بل كل قصة تكمل الأخرى. مظبوط. ده شيء ممتاز. طب احنا موجودين في سفر التكوين وفي مرحلة الخلق هناك أسئلة كثيرة عن الخلق، وبعض الأسئلة التي يثيرها أخواننا الأحباب إن هو كيف يقول الكتاب المقدس أن الله استراح بعد عملية الخلق. يعني الواحد بعقله البشري، أنا لما بشتغل، لما بروح الشغل باجي بستريح من الشغل، بقعد على الكنبة أفتح التلفزيون وبستريح، أو في يوم الأجازة أخرج مع أولادي. هل الله الخالق السماوات والأرض ينعس أو ينام أو يستريح أو محتاج لأي نوع من الراحة؟ اشرح لي من فضلك هذا. برضو طبعا سؤال رائع جدا وسؤال متكرر من الأحباء المسلمين، ولكن الكلمة تفهم في سياق الآيات في الكتاب المقدس. لأن في البداية أحب أن أنوه أن كلمة استراحة في العبري هي شابات، وشابات في هذا النص